السلام، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. دائما المخزن ولا الدوله المغربيه كتختار الوقت المناسب اللي كيكونوا فيه المغاربه ملهين مع شي حدث عالمي، بحال الان ملهين مع الكره، مع المنتخب المغربي، مع البروباغندا اللي كتقوم بها الدوله المغربيه. فهاد الوقيته قرروا على انهم ينفذوا واحد من اخطر القرارات السياسيه، ماشي فقط في الدوله المغربيه، اخطر قرار سياسي اللي تقدر تاخذه شي دوله خصوصا في هذا الوقت. واش باقيين عاقلين؟ هذه تقريبا سنتين كان جا البروفيسور محمد البطيوي في احدى اللقاءات اللي قمت بها معاه، كان قال واحد الحدث ولا كان قال واحد الخبر اللي دار ضجه عالميه، ماشي فقط في المغرب، ببعض القنوات في العالم تكلموا عليه، كذلك بعض الصحف، بعض الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي داروا لايفات اكسيتيرا. هذا الحدث غنخليكم على الاكسترا نرجع باش نعرفوا على الحدث. هذا الوقيته اللي تنهضر معاك الاخت الدنيا، 4000 جندي مغربي يقتلون الى جانب الجنود الاسرائيليين في غزه. هذه الفتره هذه بموجب معاهده ابراهام، 4000 soldats marocains assassinent des Palestiniens innocents, enfants, vieillards, femmes في غزه بموجب معاهده ابراهام. هذا هو النظام المخزني. من بعد واخا المخزن ما عمره ما اكد ولا نفى هذا الخبر، هو ما عمره ما كياكد، ولكن في شي حاجه كيصيفط فقط الذباب المخزني عبر جرائد اكسيتيرا من اجل على انهم يقومون بالتشهير بالشخص اللي يخرج هذا الحدث. من بعد كمثال شفنا هذيك البريغاده الاسرائيليه المسماه الجولاني واللي متابعه دوليا، شفناها جات للمغرب من اجل القيام بعمليات عسكريه مع الجيش الملكي. كذلك شفنا عدد من الجنود اللي كيتكلموا باللغه المغربيه يقولوا على راسهم هم مغاربه، شفناهم في الجيش الاسرائيلي. شنو هو الموضوع ديال الحلقه اليوم؟ في هذا الأسبوع خرج واحد الحدث اللي أكدوا عدد من الجرائد الإسرائيلية وعدد من المسؤولين الإسرائيليين الأمريكان إكسيتيرا على أنهم وصول الدفعة الأولى من الجنود المغاربة في لإسرائيل من أجل التنسيق مع من؟ مع الإسرائيليين والأمريكان من أجل ما يسمى إحلال السلام في غزة ضمن مشروع ديال ذاك مجلس السلام الذي يترأسه مدى الحياة ترامب. وهذا الحدث كون وقع في شي دولة، بلا هيك عن تكون دولة عربية ولا مسلمة، كون وقع في شي دولة كانت غادي تكون واحد النقاش وغادي تكون واحد الديبا وغادي يكونوا واحد الأحزاب السياسية اللي تيتكلموا على هذا الشيء. هنا كيبين لنا على أن الأحزاب السياسية في المغرب لا تسمن ولا تغني من جوع. هذوك الانتخابات اللي ستقام في سبتمبر هي لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن القرار